السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد، سلسلة الدروس الخاصة بنا بلغة برمجة بايثون 3. ده الجزء الخاص بالجي او اي باستخدام مكتبة باي كيو تي. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الفونت، شفنا ازاي بنقدر نظهر الفونت دايلوج ونتعامل معاه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكالندر. الكالندر عبارة عن حاجة بيلت ان في الكيو تي بتمكنك انك تظهر اللي هو الوقت اللي انت فيه، اليوم والتاريخ والحاجات دي هنشوفها دلوقتي. كيو هيساوي كيو كالندر ويدجت اوف ويندو. الويندو طبعا اللي هي كيو ويدجت بتاعتك. لو انت عملت رن هتلاقي الكالندر في الباي كيو تي بشكلها جميل جدا. تبدأ تظهر لك اللي انت عاوزه، الشهر التاريخ اليوم، وعندك دي ايام الاسبوع. تقدر ان انت تتعامل براحتك، تختار الشهر اللي انت عاوزه في السنة اللي انت عاوزها، تظهر اللي انت عاوزه. تمام. هي باي ديفولت لما انت بتعمل رن تظهر لك اليوم اللي انت فيه. تمام. طب لو انا عاوز بقى القيمة اللي انا اخترتها من هنا من الكالندر اقدر ان انا احصل عليها، تعالى نعمل ليبل بسيط. LBL هيساوي Q label of window. تمام. خلينا نغير المكان بتاع الليبل ده باستخدام الموف ونخليها مثلا 100 و250 و250. تعالى كده اعمل رن. طبعا مش ظاهر لان هو ما كتبناش في حاجه. خلينا نعمل متغير اسمه داتا. المتغير ده هيبقى عباره عن الكيو دوت سيلكتد داتا. يعني هو كل الفكره الداتا اللي انا بعملها سيلكت من الكالندر اللي عندي هتبقى موجوده في متغير اسمه داتا. هاجي هنا بقى اقول ال LBL دوت تكست هيساوي ايه؟ هيساوي الداتا اللي عندي دي لازم انا احولها لسترينج تو، والاس كابيتال بتاع السترينج والقوسين. تعالى كده اعمل رن. كي ليبل دوت تكست تو من ارجيومنتس. المشكلة اللي عندي هنا ان انا استخدم الست دي. تعالى نحذف كده، دي داتا طبعا دوت تو سترينج. تعالى كده نعمل رن. تلاقي الليبل ظهر مكتوب فيه 4 يوليو 8 2015 اللي هو النهارده. تمام. يبقى انا عملت ايه؟ عملت كيو كالندر ويدجت اوبجكت. هتلاقي الكيو ويدجت بتاعتي اللي هي هتظهر فيها. وبعد كده عملت متغير اسمه داتا في الكيو اللي هي كالندر ويدجت دوت سيلكت الداتا اللي انا بعملها سيلكت. وبعد كده عملت ليبل، حطيت له الكيو ويدجت اللي يظهر عليها وغيرت مكانه، وجيت انا حطيت ست تكست بتاع الليبل بالداتا دوت تو سترينج حولتها لسترينج. ده تقريبا كان درس النهارده. الكالندر مفيش حاجه نقدر نتكلم فيها اكتر من كده. انتظرونا ان شاء الله في الدروس الجايه نتعمق اكتر واكتر في الكيو تي. السلام عليكم ورحمه الله.